ازيكم يا شباب؟ جايب لكم خبر نار النهارده عن اسعار الذهب، وكمان هقول كلام مهم جدا لازم تعرفوه علشان ما تفوتوش الفرصه دي. لو انت من الناس اللي مش قادرين يتوقعوا مستقبل الذهب ولا عايزين يضيعوا الفرصه في الاستثمار، يبقى خلي بالك الفيديو ده عشانك. عايزك تستنى لاخر الفيديو عشان في مفاجاه هتفيدك جدا في انك تفهم التوقعات دي وازاي تكسب من الارتفاعات اللي جايه. وعايزك دلوقتي تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وما تنساش بقى كمان تعمل لايك وتشترك في القناه علشان تتابع كل جديد. يلا نبدا. اعرف الاول ان الذهب مش بس معدن بيلمع، ده كمان مشهور وسط المجوهرات، ومن احد الاصول الممتازه جدا والذكيه جدا اللي تبتدي فيها في عالم الاستثمار. وكل دوت علشان السوق كله في حاله عدم يقين دلوقتي ومتوتر، فدايما بيكون الذهب هو الملاذ الآمن للناس. وفي الأيام اللي فاتت شفنا ارتفاع كبير في أسعار الذهب على مستوى العالم، والكلام ده ما كانش صدفة، ده الموضوع مرتبط بالأوضاع الجيوسياسية اللي منها الصراع اللي كل شوية بنسمع عنه ما بين روسيا مثلا وأوكرانيا، واللي بيخلي الناس دايما تجري على أي استثمار آمن. ده غير كمان إن المستثمرين دايما بيحافظوا على فلوسهم وبيدوروا دايما على الطرق اللي تعمل كده، فطبيعي الذهب هو من أول اختياراتهم. في ناس كمان بتتأثر بالسياسة النقدية الأمريكية. لما بنشوف توقعات إن أسعار الفايدة هتقل، يبقى معنى كده إن الفيدرالي الأمريكي هياخد قرار، وده هيأثر بشكل كبير على أسعار الذهب ويخليها تزيد. مش عايزين ننسى كمان الوضع الاقتصادي أصلا في العالم كله في شوية غموض وفي ضبابية بتخلي السوق في حالة قلق، ودايما الناس بتجري ورا الذهب كحل ليهم. تعال نتكلم شوية عن الأرقام. أسعار الذهب في الأسواق العالمية شافت طفرة كويسة وارتفعت على أعلى مستوياتها من سنين فاتت، خصوصا آخر سنتين. عندك مثلا في بورصة شنغهاي في الذهب بتدي بيانات بتقول فيها إن الذهب ارتفع بنسبة كويسة جدا، والناس بقت خلاص عندها أمان في إنها تستثمر فيه، خصوصا مع تقلبات السوق. أما بقى بالنسبة للتوقعات اللي جاية إن شاء الله، فالموضوع مش بسيط. في مؤشرات بتقول إن الذهب ممكن يوصل لمستوى 3000 دولار للأوقية في 2025، وده مش كلام عادي، ده معناه إن احنا هنشوف زيادة ضخمة في أسعار الذهب في المستقبل القريب، ده لو كل حاجة استمرت زي ما هي ماشية دلوقتي. والتوقعات دي مش مجرد كلام، في مؤسسات مالية كبيرة بتأكد الكلام ده وبتدي معطيات في السوق بتثبت الكلام ده. ودايما السؤال اللي بيتسأل، استنى لحد امتى؟ هل لما الذهب بيزيد أكتر من دلوقتي، ولا أنا دلوقتي في فرصة كويسة ولازم استغلها؟ الاستثمار معروف ان مش كل حاجة فيه بتكون وردية، في عوامل بتأثر عليه زي السياسة النقدية الأمريكية اللي ما بتديش دايما قرار ثابت وواضح بنسبة 100% عن تخفيض أسعار الفايدة. ده احنا ممكن في ديسمبر نشوف أخبار جديدة. ده غير كمان تقارير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي اللي بتكون داعم لخطة خفض الفايدة. كل ده بيبقى دافع يخلي سعر الذهب يزيد. لو دخلنا في مصر بقى واتكلمنا عن أسعار الذهب وقت تسجيل الفيديو، فعيار ال 24 سعر بيع 4320، وسعر الشراء 4298. عيار ال 22 ب 3960، والشراء ب 3940. ال 21 ب 3780، والشراء ب 3760. وعيار ال 18 3240، والشراء 3222. نخش بقى في التوقعات المستقبلية إن شاء الله. لو فكرت تستثمر في الذهب دلوقتي، فالتوقعات بتقول إن الأوضاع هتفضل في صالحك الأيام اللي جاية. في توترات جيوسياسية هتفضل مستمرة في تأثيرها على السوق. كمان توقعات خفض الفايدة من الفدرالي الأمريكي هتدعم أسعار الذهب بشكل كبير زي ما قلت من شوية، وده معناه إن الاستثمار في الذهب دلوقتي ممكن يكون خطوة ذكية جدا، لأنه هيكون ليه مستقبل واعد الأيام والسنين اللي جاية. ولو عايز تكسب أكتر دلوقتي هو الوقت المناسب. في آخر الفيديو عايز أقولك لو عاوز تكسب الموضوع ده، خليني أقولك إن استثمارك في الذهب دلوقتي ممكن يفتح لك فرص كبيرة في المستقبل. اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما عملتش كده، وبعد ما تخلص الفيديو ده هتلاقيني مقدم لك فيديو تاني جديد كلمتك فيه عن الفضة، روح اتفرج عليه برضه هتستفيد وتزود فلوسك وتعرف تستثمر صح. اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.